اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم جماعة الخير، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشاهدوا معنا في الصورة جبت لكم اليوم سيجار دجاج بكريمة الجبن رائعة جدا لشهر رمضان الكريم إن شاء الله. نروح مباشرة المقادير. عندي قطع تاع الدجاج حسب الرغبة. عندي صدر تاع الدجاج كذلك. عندي بصل مقطع رقيق، وعندي لي بورسيون تاع جبن، فلفل أسود، ثوم، ملح، وكمون، وراس الحانوت. عندي شوية تاع الحليب، وعندي شوية تاع الزيت طبعًا باش نقلي بيها. راح نوجد ونقول لكم على المكونات. هنا نبداو قطع تاع الدجاج هما الأولين، نديرو لاصوص تاعنا، نحطوه في القدرة اللي تروح لنا الفورنو طبعًا. نديرو شوية تاع الزيت باش نقلّو اللحم تاعنا هو الأول، الدجاج نقليوه وحده هو الأول. هنا راني فوق الفورنو، نقليو الدجاج تاعنا باش نبداو نضيفو في المكونات. أنا نحب نقلي الدجاج أحسن هو الأول وحده. نضيف البصل تاعي هو الأول، شوية تاع البصل. كيما تعرفوا الثوم يتحرق بسرعة، نفضّل ندير البصل قبل حتى يبدا يذبل باش نضيف له الثوم والملح. هنا طبعًا درت الملح، الملح ثاني حسب الرغبة، ما نكثروش الملح بزاف. عندنا الفرماج وعندنا الزيتون. نقليو البصل تاعنا حتى يذبل وياخذ هذاك اللون الذهبي. درت له هنا التوابل تاوعي اللي كاينين، ومرّقت ونخلي هذيك لاصوص تاعنا الدجاج يطيب لنا بعقلو. نقصوا النار ونخلوه يطيب على نار هادئة. هذاك الصدر تاع الدجاج راني قطعته باش درته في الأشوار باش نطحنه. ضفت له شوية تاع الملح والتوابل طبعًا اللي قلت لكم عليهم، راس الحانوت، كمون، فلفل أسود. ضفت شوية تاع البصل، لكن البصل هنايا راني نحيت له الماء تاعو، عصرته من الماء تاعو. مغرف تاع لا شابليغ ولا خبز مرحي، وشوية تاع الزيت، وشوية تاع المعدنوس مقطع رقيق. ونرحيو الصدر تاعنا. هناني كسلته فوق ساشي هكذا، فوق نيلون باش يتكسل لنا بالحلال بالرولو. كسلت كامل هذاك الصدر تاع الدجاج. فوالا، ونحاول نقسمو مستطيلات. دوك نوري لكم ليمون هذوك اللي راح تاع السيقال اللي راح ندير فيهم. نحاول في الأطراف نديرو مستقيم، ندير خط مستقيم. فوالا، هاذوما لي سيقال الليمون تاوعي اللي حندير عليهم. فوالا، هنا نخلي شوية يكون الصدر تاع الدجاج صغير على المول باش نقدر نخرّجو. ندير السطر يكون أقل منه، نخلي سنتيم من وسنتيم من، ونقسم الصدر تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. ندير مستطيلات ونبدا نرولي مرة زوج نقسم. نحاول نواسيه بيدي. فوالا، أني قسمته. نحاول هكذا بين يديا باش نضغط عليه شوية باش يشد على المول تاعو. فوالا، هكذا. تلقاو عند بائع اللي يبيع مستلزمات تاع الحلويات، تلقاو هاذو تاع لي سيجار، هاذو العفايس هاذو تاع لي سيجار. فوالا، هكذا. ونكمل كامل الكمية اللي عندي. نوريكم واحدة أخرى. نكمل كامل الكمية وندير شوية تاع الزبدة. هنا درت شوية تاع الزبدة في المقلاة، ودرت شوية تاع الزيت باش ما تحرقليش. ونقصت الفورنو ونخليهم على نار هادئة جدًا باش يتحمروا لي ويطيبوا لي من الداخل. ما ديروش النار تكون قاوية، يتحرقوا لكم من برا، ومن الداخل يبقاو لكم خضر. مرة مرة ونقلبوهم بالعقل، نعطيهم هذيك التحميرة الشابة الله الله.
فوالا نقليو لي سيجار تاوعنا، ما تقلقوش عليهم، نقصولهم وبالعقل بالعقل نحمروهم. فوالا أنا نخدم في شغلي ومرة مرة نجي نقلبهم غير بالعقل باش يطيبوا لي كامل من الداخل ومن برا. فوالا خذاو اللون الذهبي ما شاء الله. فوالا راني طيبتهم كامل، قليتهم كامل حطيتهم على جنب. نروح دوكا ندير لاصوص تاعي تاع الجبن. درت قطعة تاع الزبدة ودرت هنا بصل. راح تستغربوا تقولوا كيفاش دارت بصل في لاصوص تاع الجبن. أنا جربتها بالبصل وجاتني بنينة بنينة ما شاء الله. درت هنا لي بورسيون تاع الفرماج، ضفت لهم قطعة. عندي ثاني فرماج واحد آخر ضفته له. نتوما واش عندكم فرماج لازم يذوب لكم في هذيك لاصوص باش يعقدها لي. والبصل الأخضر اللون الذهبي كما راكم تشوفوا. ما نكثرش الملح، درت شي قرصة تاع الملح لأنه الجبن هذا مالح. ودرت شوية تاع الفلفل الأسود فقط. أنا نفضّل ندير البصل في لاصوص فرomage تاعي تخرج هايلة ما شاء الله. درت شوية تاع حوالي نص كاس تاع الحليب، لأنه على حسب السيجار تاوعي ماشي بزاف. هذيك الكريمة ما تجينيش بزاف، تجيني على قيس السيجار تاوعي. نذوب كامل هذاك الجبن، دوك تجمد معايا تحاول دوك كي تبرد راح تماسك معانا. أنا ما درت هنا لا فرينة لا مايزينا لا والو. هذه هي الكريمة تاع الجبن تاعي غير بالجبن وتماسكت مع بعضها بعض. وهذاك البصل عطاها بنة رائعة جدا. جربوها وتشوفوا فكرة واحدة أخرى. نحي هذوك ليمون تاوعي كما تشوفوا هنايا راه طاب لي من الداخل. نحوه غير بالعقل نساعفو نحو هذوك ليمون يتنحاو لنا بسهولة، لما يبرد نتنحاو لنا بسهولة. فوالا نحوهم كاملين ونبداو نعمرو هذيك لاصوص تاعنا. شوية هفتت بردت شوية نديروها في لابوشادوي ونعمرو هذو لي سيجار تاوعنا من الداخل. وعندي جبن مبشور ما قلت لكمش عليه في المقادير. عندي جبن مبشور راح هذوك الأطراف راح نغطسهم في الجبن المبشور. نسكرفد الجبن وشيدار. فوالا وندير الأطراف في نغطسهم في الجبن. هذه الكريمة راح تشد في الجبن. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاعو. والأسوس تاعي زدت لها شوية تاع الزيتون غليته وضفته لها مع في الآخر. هذا هو الشكل النهائي تاع لي سيجار تاوعنا. شوفوا كيفاش طابوا لي وها من داخل الكريمة تبان. وصدقوني هذيك البنة نتاع الكريمة الداخلانية ما شاء الله. جربوها ما تندموش عليها راح تعجبكم بزاف بزاف. ما تنساوناش كالعادة كومونتير وبصامات، رفعوا لنا بصامات، ديروا لنا ابوني. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.